السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. ايه شعرك بيقع؟ مش عارفة تعملي له ايه؟ بقى عندك فراغات في شعرك؟ تعالي هقولك هنعمل النهاردة حاجتين احلى من بعض، وصفتين بالروزماري، وصفة تونر ووصفة تانية زيت الروزماري. طبعا كلكم عارفين فوائد الروزماري للشعر. الروزماري بيحفز نمو الشعر، بينعم الشعر ويقويه، ويشيل القشرة في الشعر، ويشيل التقصف، ويعمل على كثافة الشعر، ويطلع ويحفز الشعر على النمو، ويكبر ويقوي البيبي هير. اول حاجة هنعمل التونر، والتونر ده عبارة عن هنجيب ازازة كحول اثيري من الصيدلية. دي كحول 100 ملي من الصيدلية، هتجيبيها وتفضيها في برطمان زي ما انت شايفة كده اهوت. هتحطي عليها روزماري لغايه لما الميه والروزماري يكونوا سوا واحد، مفيش حاجه اعلى من حاجه. هنحط الروزماري لغايه لما يبقى سوا واحد مع الكحول الاثيري اللي احنا جبناه من الصيدليه. الكحول ده زي ما قلت لك 100 ملي، وهتحطي على قده روزماري. بعدين هتغطيه وسيبيه في مكان مظلم لمدة يومين، 48 ساعة. بعد كده بس كده لازم ترجيه، وكل شوية تطلعيه من مكانه، ترجيه كده اهوت وترجعيه تاني. كده هنملى لغاية الاخر. الروزماري ده يحفز على نمو الشعر جدا جدا، ينظف الشعر من القشرة، ومناعم للشعر، ويدي الشعر كده لمعان ورونق جميل، ويديله قوة، ويشيل التقصف، ويشيل كل حاجة، يعني يخلي الشعر صحي جدا. كده احنا عملنا التونر. هتشيليه بقى في مكان مظلم لمدة يومين، وهتغطيه بأي حاجة، بكيسة سمرة، بحتة قماشة، بورق سلوفان، بأي حاجة تعجبك. وحطيه في أي مكان عندك، مكان جاف كده هو بعيد عن المية وعن الضوء، في الدولاب بقى، في أي حتة تعجبك. هتلفيه كويس وتركنيه. الاستعمال بتاعه زي ما قلت لك، الاستعمال بتاعه هترشي على فروة الراس، على فروة الراس. التونر ده او الكحول يحفز وصلة الشعر كده هوت، يخليها تنعنش كده هوت، بدل ما هي نايمة كده ميتة تنعنش وتفرش. دلوقتي بقى هنعمل الزيت. جبت الروزماري وطحنته عشان اخد اكبر فايدة من المواد الغذائية الموجودة في الاعشاب دي، وحطيتها ببرطمان. وهتحطي تملي البرطمان لنصه كده زيت. فوائد الروزماري عظيمة جدا للشعر وللبشرة. الروزماري ينمو الشعر بشكل جميل جدا وبسرعة. كمان يحفز الوصلات على النمو، يطول البيبي هير، يكثف الشعر، يشيل التقصفات، يشيل القشرة الموجودة في فروة الراس والطفيليات. يعني ده كنز رباني بمعنى الكلمة، موجود عند كلنا، وموجود ومتيسر في اي حتة ممكن تجيبيه. بس جيبي واستخدميه وفيدي شعرك، بدل ما تجيبي من الصيدلية ادوية وسيروم حاجات بقد كده. لا، دي حاجة ربانية موجودة تساعدك وتفيدك. هنقلب الزيت مع الروزماري. انت ممكن تملي البرطمان على فكرة زيت، بس انا حطيت نص بس، انا مش عايزة كتير يعني، انا حطيت نص بس. ممكن تمليه وتستخدميه عادي كده. وهنحطه في حمام مائي كده. هزود الزيت كمان حبة، وده هتستخدميه ممكن تخليه على شعرك يعني على طول، مش لازم تغسليه. ممكن تعمليه كحمام زيت لشعرك ساعتين وتغسليه. والناس اللي بتدهن شعرها وبيفضل يعني بتبدأ ما دهناه على طول، ممكن تدهني شعرك وتسيبيه كده عليه. هتدهنيه وتدلكي كده الفراغات او الحتت الفاضية او الحتت الخفيفة الشعر اللي في راسك،
وان شاء الله هيكون يجيب ثمار كويسه جدا. هنا هتعمليه في حمام ميه، بس لازم تغطيه كويس عشان الميه ما تخشش للزيت. كده بعد ما نزلته من على النار، اخد 10 دقايق على النار على حمام مائي. بص اللون، بص لون الزيت عمل ازاي كده. ده هنسيبه كده لمدة يومين، وبعدين افتح عليه ونستخدمه. هتحطيه في مكان مظلم لمدة يومين. كده هنحطه في مكان مظلم لمدة يومين، وبعدين نستخدمه عادي جدا. يومين ونتقابل تاني ان شاء الله. كده بعد 48 ساعة هنفتح الاتنين. ده اللي عملناه بالكحول الإثيري اهو. ده بعد يومين هنصفيه في كوباية مثلا، وهنرجعه. بص المية حتى لونها الكحول لونه اختلف. كده هنرجعه في البخاخة بتاعته تاني. هيخش كده اهو. ده ترشي عليه، ترشي على الاماكن الفاضيه اللي عندك اللي عايزاها يطلع لها شعر تاني. في الاماكن الفاضيه ده يترش على فروه الراس مش على الشعر عشان ما ينشفش الشعر. ده على فروه الراس، ترشيه على فروه الراس وتدلكيه تدليك بسيط كده اهوت، شويه كده اهوت، وتخليه. ده اعملي منه مرتين 3 4 5 براحتك، براحتك خالص في اليوم. ده بيعمل زي صدمة في الراس، ويصحصح كده هوت بصيلة الشعر عشان تنبت تاني من اول وجديد. ده يستخدم كل يوم زي ما قلت لك 3 4 مرات براحتك، وعلى فروة الراس، على فروة الراس. ده كده ده. وبعدين ده الزيت برضو بعد 48 ساعة. الناس بقى اللي بتدهن شعرها زيت عادي وكده ادهني شعرك بيه عادي وخليه. الناس اللي ما بتدهنش شعرها زيت او كده هوت ممكن تعملي له حمام زيت قبل الحمى. اعملي حمام زيت، دلكي فروه الراس في الحتت برضو الفاضيه، ركزي على الحتت الفاضيه اللي عندك والحتت اللي فيها البيبي هير عشان يطلع. دلكي فروه الراس الحتت الفاضيه فيها. او لو انت بتدهني زيت عادي، يعني بتحطي على شعرك زيت عادي حتى لو بسيط، ممكن تدهني منه عادي وتخليه على راسك من غير غسيل، مفيش مشكله. ده مفيش مشكله في غسيله، وده برضو مفيش مشكله في غسيله. يا رب يكون عملت لكم حاجه مفيده ونالت رضاكم، وشكرا. وما تنسيش لو وصلتش معايا لغايه كده اهوت ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناه. قناتي جديده لسه جديده قوي يعني، ويا رب تشرفيني جدا لو اشتركتي فيها. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.